قالوا انت تفهم في العطر كويس. ايه جم ما تكلمنا على اخوان السوريين، ترى انتم اخواننا، انا بنحب انتم احفاد خالد بن الوليد، لما حبيناكم الله يحفظ. وسط بهي اللحظات أولى طائرات المساعدات الإنسانية السعودية المقدمة للشعب السوري. هي الطائرة هي أولى الطائرات ضمن الجسر الجوي السعودي الذي تم الإعلان عنه، جسر المساعدات الجوي اللي راح يتم إرساله للشعب السوري. هي الطائرات تحمل مساعدات إنسانية، إغاثية، طبية، إيوائية بحسب ما خبرونا. راح تكون هي الطائرة الأولى، راح يكون في بعدها سلسلة طائرات جسر جوي بالتزامن مع الجسر الجوي اللي بدأ بالوصول الآن. هناك جسر بري راح يبدأ بالوصول خلال ساعات عن طريق الأردن، جسر مساعدات بري مقدم من المملكة العربية السعودية، راح يصل عن طريق الحدود الأردنية أو عن طريق الأردن. هذا هو الجسر الجوي الثالث بعد الجسر الجوي القطري والكويتي. بدأ الآن جسر المساعدات الإنسانية السعودي المقدم للشعب السوري. كل الشكر يا أهلنا، كل الشكر لأهلنا بالمملكة العربية السعودية، بقطر، بالكويت، بكل الدول اللي ما هي أول مرة على طيلة 14 سنة ما نسوا أهلهم السوريين، ما نسوا أخوتهم. كل الشكر لأهلنا اللي وقفوا لجانب السوريين، اللي ساندوهم بمحنتهم، اللي ساندوهم بالأشياء اللي صارت معهم. كل الشكر لهم. انا بدي رحب بالفنان العظيم الكبير فنان بن سلمان خالد بن ناجي، مرحبا بك في سوريا الحرة. الله يحييك، شرفتونا ونورتونا والله. انا من الشرف، الله يحفظكم يا رب. وياك يا حبيبي. الفنان فايز المالكي بأول طائرة ضمن الجسر الجوي السعودي المقدم للشعب السوري. دائما سباق بالخير، كنت معنا بحملات الحلزون وحملات الملك سلمان السابقة، دائما سباق بالخير لسوريا. الله يديمك. شو السر؟ انا عملت في شمال طرابلس في لبنان 3 أشهر مع أكثر من 25 عائلة سورية ما شاء الله، وعملنا في الجعتري وفي الزرقاء، وعملنا في شمال تركيا، والحقيقة في الزرقاء بعد ما تكلمنا على اخوان السوريين، ترى انتم اخواننا، انا بنحب الله يحفظك. بس انت عندك حب مميز للسوريين غير بقيه الشعوب. انتم احفاد خالد بن الوليد، لما حبيناكم الله يحفظكم يا رب. والله نورت سوريا الحرة وجودك وفضلكم معنا، وانا كنت دائما يعني اتواصل معكم، وتعليقاتكم دائما انه كانت دائما مساعدة عنا بالتغطية بنقل الواقع، فكانت تعطينا الدافع والله. والله كنتم مبدعين، والله العظيم انتم كنتم وزارات اعلام وقناه تنشرون الحدث بكل مصداقيه، بدون كذب. كنا نشوفكم كنا بينكم صراحه، كنا نتعلم وكنا نبكي وكنا نضحك وننبسط لما نشوفكم سعداء. اليوم احنا خلص مع لقاء انتم على ارضكم، والله يعني انتم في بلدكم ان شاء الله. الله يرضى عليك، والله بلدكم الثاني سوريا، الله يرحم واهل سوريا يعني في محبه كثير يا حبيبي. احنا كل اللي عندنا في السعوديه اخواننا السوريين متواجدين بينا، والله انه فرحنا معكم، والله انه انبسطنا معكم، والله انه يعني ما نملك الوصف من قمة السعادة لما حصل لإخواننا السوريين. نسأل الله أن يحفظ سوريا وأهل سوريا ونديم عليكم الأمن والأمان والفرح يا رب. آمين يا رب، آمين. شرفتونا والله. شكرا لكم. أنا بقول لك شيء واحد قبل ما أسك. نعم. قالوا أنت تفهم في العطر كويس. إيه جم. الله يحفظك يا رب. الله يجزاكم الخير. الله يديم.